ليه جيل كامل من البنات في مجتمعاتنا العربية اللي عايشين في تسلط وحرمان من حاجات كتير مهووسين بالدراما الكورية؟ الموضوع مش مجرد انبهار بجمال ممثلين ولا ببساطة القصص، الحكاية أعمق بكتير. الحلقة دي موجهة للبنات اللي نفسها تسافر، تلف في الشوارع، تقابل ناس جديدة وتعيش مغامرات حقيقية، بس الواقع حابسها بين 4 حيطان وعادات وتقاليد وأسرة متسلطة. أنا عارفة إن الشعور ده قد إيه خنيق، وعارفة إنك ساعات بتحسي إن حياتك واقفة والكل بيتحرك، وعشان كده جاية في الحلقة دي أقولك إزاي إن الدراما الكورية ممكن تكون المتنفس ليكي، وإنها تساعدك إنك تحسني من نفسيتك. ومع كل سبب هشرحه بالتفاصيل. أول حاجة بتعجبني في الدراما الكورية هي عدم تزييف البر المزيف للأب والأم. في مجتمعاتنا الأم ممكن تكون بتدمر نفسية بنتها، والأب ممكن يكون بيكسر أحلامها، ولو البنت اشتكت المجتمع كله بيهاجمها ويقول لها دول أهلك، دول بيحبوا مصلحتك، لازم تسمعي كلامهم، لا عيب ما ينفعش تشتكي منهم، وهكذا. حتى في المسلسلات العربية هنا يا جماعة بحس ان اللي كاتب السكريبت اصلا هو كاتبه عشان يورينا قد ايه ان احنا نعبد اهالينا حتى لو هم بيطفوا سجاير في قفانا حرفيا. المهم ان احنا غلط وهم صح. نيجي بقى للدراما الكورية، تلاقي أمهات وأبهات نرجسيين بجد، قمة في القسوة والظلم. والمسلسل بيسمى الحاجة باسمها، بيورينا إن الأهل ممكن يكونوا هما المصدر الأول للوجع النفسي عادي جدا، وللعقد اللي بنعيش بيها طول عمرنا. لما بتشوفي بطلة مسلسل أمها بتعملها ببرود أو بتحطمها، والبنت بتعاني من أمها، انتي كأن المسلسل بيقولك انتي مش لوحدك. احنا دايما بنشوف في الدراما الكورية فكرة الأهل اللي بيستغلوا عيالهم عشان طموحاتهم هم، أو عشان شكلهم قدام الناس، أو حتى ماديا. كام بنت في مجتمعنا اتجبرت على جواز عشان كلام الناس، أو سابت حلمها عشان أبوها عايز كده، أو بتصرف على البيت كله وهي محرومة من أبسط حقوقها. الدراما الكورية بتبين قد ايه الصراع ده بدون تطبيل، او بدون ما تحسسك ان انت اللي غلطانة وهما اللي صح، بدون ما تحسسك بالبر المزيف. ودايما بتحل المشكلة بشكل جميل جدا. لما المسلسل بيظهر ان الاهل وحشين، دايما بيقدم بديل: الصحاب، الحبيب، ناس غريبة هما اللي بقوا العيلة بتاعتك. ده بيدي أمل لينا إحنا كبنات اللي إحنا عايشين في بيت متسلط، بيت قاسي. بيدينا فكرة إن أنتي مش مضطرة تفضلي ضحية عشان أهلك وحشين، أنتي تقدري تبني عيلتك من الناس اللي بيحبوكي بجد وبيقدروكي. دي أول حاجة. تاني حاجة، صدمة التسليع في العصر الحالي. الدراما الكورية بتركز على حاجة احنا تقريبا افتقدناها. احنا كبنات في العصر ده بنواجه ضغط رهيب من السوشيال ميديا، من الإعلانات، وحتى الدراما الغربية. كلهم حصرونا في فكرة تسليع الجسد. بقيتي دايما تحت ضغط ان قيمتك مرتبطة بشكلك، بجاذبيتك الجسدية. في استعجال يا جماعة بقى غريب جدا في العلاقات، وضغوط مستمرة عشان تقدمي تنازلات أو تدخلي في علاقات سطحية عشان بس تحسي إنك مقبولة. ده بيخلق جوانا شعور إننا مجرد أشياء، مش بشر ليهم روح وليهم عقل. هنا بقى تيجي الدراما الكورية، هي بتقدم نموذج نضيف جدا عن البنت اللي هي مش بتقدم علاقة جسدية، هي بتقدم رحلة تواصل. تلاقي المسلسل 10 حلقات والبطل بيبدأ يلمس ايد البطلة في الحلقة السابعة مثلا او السادسة. تلاقي الاول بيتناقشوا، بيتكلموا، بيحصل بينهم مواقف، وفين لما يبدأ التواصل الجسدي. يعني البطل ممكن حرفيا يقعد حلقة كاملة بيشيل خصلة شعر من على وش البطلة، او بيعدل ليها الكوتشي، او بيبص ليها نظرة فيها كمية حنية، او مثلا بيغير عليها. يعني فكرة التلامس الجسدي دي بتكون من اخر المراحل اللي بيمر بيها الدراما الكورية، غير افلام المسلسلات بتاعت امريكا. يا جماعة انا مثلا لما كنت بتفرج عليها كنت بلاقي البطل اول ما يقول السلام عليكم للبطلة تلاقيهم دخلوا في علاقة جسدية على طول وخلاص. وده سبب من الاسباب اللي خلاني ما اتفرجش عليهم تاني. لكن في الدراما الكورية الشعور ده اللي بتخلقه
هو بيخلق معانا كبنات حاجات كتير احنا مفتقدينها، ان احنا غاليين، وان مش اي حد يقدر يوصلك بسهولة، وان اللي عايزك لازم يتعب عشانك، مش عشان شكلك ولا عشان جسمك ولا عشان هو عايز منك حاجة. عموما تالت حاجة وهو إشباع الجوع العاطفي. احنا كبنات اتولدنا في مجتمعات عربية، اتربينا في بيوت محافظة بزيادة وتربية متسلطة جدا. الخروج بإذن مشدد محتاج ان الاتحاد السوفيتي ومنظمة الأمن توافق وتمضي انك هتخرجي، ده إذا خرجتي أصلا. وهتلاقي كل خروجة رن وقلق ومش عارفة تستمتعي أصلا. مفيش خصوصية، مفيش ليكي حياتك الخاصة، الكل بيتدخل في حياتك. كلامهم معاكي مفهوش حنية ولا احتواء ولا معاملة كويسة. بنت مش بتلاقي الحنان أو الكلام اللي هي محتاجاه، فبالتالي بيكون عندها حاجة اسمها جفاف عاطفي، عاوزة تعيشه بأي شكل من الأشكال. وهنا بتظهر الدراما الكورية بجميع أشكالها، إذا كان من ناحية علاقات الأسرة، الصحاب، الشغل، المدرسة. يعني مثلا لما بنشوف الدراما الكورية مخنا بيفرز هرمون الحب والترابط وهرمونات السعادة بمجرد ما بنشوف البطل مهتم بالبطلة. تلاقي علاقة بنت بصاحبتها في مسلسل فيها إخلاص كبير جدا، وصاحبتها فعلا بتحبها، بتقف جنبها وبتدعمها. في مجتمعاتنا للأسف دايما بنسمع قصص عن نفسانية البنات والغيرة، ومين اتخطبت الأول ومين لبسها أحلى. الدراما عندنا أوقات بتصور الصحاب يا إما خاينين يا إما منافقين، يا إما أنت في الواقع أصلا مش لاقية صاحبة عدلة تتكلمي معاها. البنت العربية دايما محطوطة في مقارنة مع قرايبها وصحابها، لكن لما بتشوف الصداقة الكورية دي بتحس بأمان نفسي، لأن الدراما الكورية فعلا زي ما قال الدحيح هي فعلا بتصور المشاعر أحسن من غيرها. بتصور المشاعر بين صحاب البنات حلو جدا، لأنك لقيتي مشاعر عوضتك عن الجوع العاطفي ده. رابع حاجة العلاج بالبصريات. أغلبنا عايش في مدن زحمة كركبة، ألوان مباني باهتة، وشوارع مجهدة للعين وللعقل البشري. احنا طول اليوم بنتعرض لمشاهد سريعة، ضوضاء، محتوى متلخبط. كل حاجة حوالينا سريعة، متشتتة، ما فيهاش أصلا عمق. العقل بقى بيتعب من العشوائية دي وبيفرز هرمونات توتر من غير ما يحس. لكن الدراما الكورية دايما فيها مشاهد نهر، حدائق، شجر ملون. المناظر دي في علم النفس بتنشط مناطق في المخ مسؤولة عن التأمل والهدوء. المشاهد نفسها معمولة بطريقة تريح عيونك، ألوان هادية، تفاصيل بسيطة، تركيز على المشاعر مش الاستعراض. فإيه اللي بيحصل؟ الجهاز العصبي بيهدى، أو تلاقي البطلة بتعمل تفاصيل زي شكل كوباية قهوة، ترتيب المكتب، النوت بوك اللي بتكتب فيها البطلة. الحاجات دي بتحفزنا ان احنا بيكون لينا مساحة خاصة بينا احنا كبنات. تلاقيني انا مثلا بعد ما اتفرجت على الدراما الكورية قمت رتبت مكتبي، او جبت زرعة صغيرة، او جبت نوت بوك زي النوت بوك بتاع البطلة مثلا. ده علاج بان احنا بنخلق لنفسنا بيئة بصرية مريحة وسط واقع ممكن يكون مش على مزاجنا خالص. في النهاية لازم نفهم إن هروبنا كبنات للدراما الكورية مش مجرد تفاهة أو تسلية سريعة، هي في الحقيقة وسيلة فعالة جدا إن احنا نبعد عن ضغوطات الحياة اليومية، نقدر إن احنا نتعامل مع التوتر النفسي والجسدي. الدراما الكورية بتقدم لينا عالم مليان بالهدوء من خلال مناظر طبيعية جميلة، ألوان هادية، تفاصيل علاقات جميلة. مش بس قصة بنتفرج عليها، لكن طريقة لعلاج عقلنا، حواسنا، وسيلة نلجأ ليها نلاقي فيها مساحة من الهدوء وسط فوضى الحياة. يمكن ده يكون هروب مؤقت، لكن في نفس الوقت بيقدم لنا فرصة إن احنا نشحن طاقتنا تاني ونرجع للواقع بشكل أفضل.